السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة الأسرة للطبخ الوصفات الطبيعية. اليوم إن شاء الله غنقدم معكم مادلين اللي كتجي رائعة، كتجي خفيفة وقطنية، كتجي ناجحة ولو من أول تجربة، وكتجي مقببة. نتوما كي كتشوفوا كيفاش كتجي طالعة رائعة جدا ورطبة ولذيذة، تحضروها هكا للوليدات الكوتي يدوهم معاهم المدرسة، فكتجي ناجحة. نتوما كي كتشوفوا رائعة جدا، تتقطع بكل سهولة ورطبة ولذيذة. فتبعوا معايا المقادير حبيباتي وطريقة ديال التحضير. هاد الموديلين مقومة ديال الدار، أحسن بكثير من الجاهزة، وغنمشي معكم في المقادير وطريقة التحضير. بداية هنايا عندي كاس ديال السكر حبيبات أو سنيدة، ونضيف عليه واحد شوية ديال الملح، وعندي هنايا 3 ديال البيضات، واحد الكيس ديال الفاني للتنسيم. البيض حجم متوسط، ممكن ديروا غير 2 لكان كبير. صافي، وغادي نخلط بالضراب اليدوي حتى تنسجم ليا السكر مع البيض وتذوب. من بعد غادي نضيف واحد الياغورت حجم كبير، ممكن تعوضوه بالحليب، نص كاس ديال الحليب. هنا استعملت ياغورت بنكهة الفاني، وغادي نكمل الخلط كذلك حتى ينسجم ليا الياغورت مع البيض والسكر. من بعد غادي نضيف واحد الكاس اللي هو خليط ما بين الزبدة والزيت، ممكن تستعملوا غير الزبدة بوحدها، كيما ممكن تستعملوا غير الزيت بوحدو. انا هنايا درت نص كاس ديال الزبدة ونص كاس ديال الزيت، وكنبدا كنضيف فيه تدريجيا وانا كنطرب. والكأس دائما بالقياس ديال كأس العنبة. صافي، من بعد غادي نضيف الدقيق، ذلك غادي نضيف مع الدقيق، نضيف 2 ديال الخمارات من فئة 7 غرام أو 8 غرام، مجموع ديال الخمارة 16 غرام. نحاول حتى هي نغربلها باش متبقاش ليا ديك الحبيبات لاصقة فيها، كيبقاو دوك الحبيبات هكا في الخميرة الكيماوية. صافي، وغادي نجمع الخليط ديالي.
نطربو حتى ينسجم، وعطيني واحد المقام. نتوما غتشوفوا العجين كيفاش غادي يجي بحال ديال الكاب كيك تقريبا هكذا. نحاول انني نخلطو جيدا بسطاتول باش ميبقاش ليا شي طريف ديال الدقيق، يعني ضروري خصني نخلطو جيدا حتى ينسجم. خديت واحد القالب ديال مادلين، دهنتو بواحد شويه ديال الزيت، صافي. وغادي غادي نستعن غير بمعلقه، ممكن تستعملوا البوش، انا استعملت غير المعلقه، نفس العبار يعني معلقه واحده كافيه. ما غاديش نعمرو مزيان، غادي نعمر فقط الثلثين وغنخلي واحد شويه. الجهد اللي يكون كيطيب يبدا كيتنفخ وما يجيش ليا مشتت. صافي غادي نكمل الطاوه ديالي كامله. غنكون هاد الاثناء سخنت الفران، فانا طيبت هذا في جاني كبير شويه هاد القالب على الفران ديالي ديال الضو، ولكن ردوا البال ما تكونش النار مجهده. يعني الا كانت النار مجهده غادي تحرق معاكم، غديروا ليه نار، يعني غادي تشعلوا الفرن على نار متوسطه ولا اقل من متوسطه، فهو كيطيب في ساع، يعني 10 دقائق حتى 15 دقيقه كيطيب، ما كياخذش الوقت كتير. وهذا هو الشكل ديالو كيف كتشوفوا، رطب رائع مقبب، بحال اللي كيتباع يعني، او احسن من ديال اللي كيتباع، لان هذا راه مقوم وفيه البيض، فيه الياغورت، فيه الزبدة، يعني شي حاجة اللي كديروها بيديكم تحضروها لوليداتكم هكا صحية رائعة. عشق الطفولة هاد مادلين، عشقناه وحنا صغار وباقيين كنشروه وباقي عزيز علينا، فعلاش لا ما نحضروش في بيوتنا وحدا وليداتنا. وشكرا على المتابعة ديالكم، شكرا جزيلا. ما تنسونيش من لايك لو وصلتوا حتى لهنايا. شهيتكم طيبة، وإلى اللقاء مع وصفة أخرى إن شاء الله.